السلام عليكم مستمع راديو 90 معاكم مها مصطفى وبرنامج خير النساء. معايا ومعاكم ومشرفنا النهاردة شيخنا الجليل الشيخ هشام محمود الأزهري. السلام عليكم شيخ هشام، بنرحب بحضرتك وحلقة جديدة من خير النساء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعيد جدا وبتشرف ان انا مع حضرتك منورنا ومشرفنا دايما. النهاردة هنتكلم مع حضرتك عن تاني بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي السيدة رقية رضي الله عنها. هستأذن حضرتك سيدنا الشيخ تكلمنا عن مكانة السيدة رقية في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. أما بعد، السيدة رقية رضي الله تعالى عنها زي ما حضرتك ذكرتي على القول الأظهر من كلام أهل العلم هي البنت الثانية من بنات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أهل العلم اختلفوا مين أول حد ولد من أبناء سيدنا النبي عموما ذكورا وإناثا، فبعضهم قال القاسم وبعضهم قال السيدة زينب الكبرى رضي الله تعالى عنها، فده خلاف بين أهل العلم، لكن اتفقوا إن السيدة زينب هي أول بنت. يعني ممكن يكون القاسم قبلها بس هي أول بنت اتفاقا. أما السيدة رقية والسيدة أم كلثوم اختلفوا مين فيهم الأول، هل السيدة رقية الأول ولا السيدة أم كلثوم الأول؟ وكتير من أهل العلم بيقول هي رقم 2. ليه؟ قال لك لأن النبي عليه الصلاة والسلام زوجها أولا، زي ما هنيجي ونشرح كمان شوية، زوجها أولا من سيدنا عثمان بن عفان، والعادة بتقول إن البنت الكبيرة هي اللي بتتجوز الأول. فالسيدة رقية على القول الأظهر من كلام أهل العلم هي رقم 2 في بنات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا نشأت نشأة رائعة جدا في أحضان سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول بعض أهل العلم أنها ولدت قبل البعثة بحوالي 7 سنين، قبل النبوة بحوالي 7 سنين. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 33 سنة. ونشأت كذلك في أحضان السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. ولك أن تتخيلي إزاي واحدة هتنشأ في بيت في سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وفي السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، وكانت قريبة جدا من سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ولها من الفضائل الكثير هنتكلم عنه إن شاء الله في اللي جاي. قول لنا يا سيدنا الشيخ، إيه الصفة أو الميزة اللي اتصفت بها ستنا رقية رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السيدة رقية رضي الله تعالى عنها مرت بعدد من المحطات في حياتها. أول محطة ممكن نقف عندها هي زواجها من واحد اسمه عتبة ابن أبي لهب. عتبة ابن أبي لهب طبعا كلنا نعرف أبو لهب ونعرف سورة المسد. عتبة ابن أبي لهب ده تزوج بالسيدة رقية رضي الله تعالى عنها. ولما بعث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية الكريمة اللي كلنا نعرفها، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، فأبو لهب اتعصب إن محمد بيقول عني كذا وكذا، وزوجته اللي هي أم جميل كمان اتعصبت، وأصروا على ابنهم عتبة إن هو لابد يطلق مين؟ السيدة رقية. فطلقت من عتبة ابن أبي لهب ولم يكن قد دخل بها. بعض أهل العلم لما جاء عند المعنى ده قال لك لم يدخل بها ابن أبي لهب كرامة لها وهوانا له. كرامة لها إنه ما يدخلش بها ابن أبي لهب، كرامة لها إنه ما يدخلش بها ابن أبي لهب، وهوانا له إنه ما ينالش شرف إنه هو يدخل ببنت سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. المحطة الثانية زي ما حضرتك ذكرتي إن ربنا أكرمها وتزوجت من سيدنا عثمان بن عفان، فأبدلها الله سبحانه وتعالى خيرا من الذي طلقها أولا. تزوجت سيدنا مولانا عثمان بن عفان وهاجرت معه الهجرتين زي ما حضرتك ذكرتي. أول هجرة راحت الحبشة، وبعد كده رجعت وهجرت مرة تانية إلى المدينة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان يعني متعلق بالسيدة رقية، ولما هجرت الهجرة الأولى مع سيدنا عثمان كان بيشوف أخبارها، عايز يعرف ويفتش ومش عارف يوصل لحاجة. يعني قلب الأب وكمان النبي الرحيم صلى الله عليه وسلم، لحد ما جت سيدة وقالت له أنا اطمنت وهم تمام وما تقلقش عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم إن عثمان أول من هاجر بأهله بعد لوط عليه السلام. أول واحد يهاجر كده من أجل الدين وياخد أهله معاه بعد سيدنا لوط عليه السلام. فالسيدة رقية لقبت بذات الهجرتين علشان هجرت الهجرتين دول. وفي معنى قوي جدا ممكن نتعلمه من سيرة السيدة رقية، لكن شايف ان حضرتك عايزة تسألي سؤال. خلينا نطلع فاصل سريع ونرجع تاني مستمعينا مستمع راديو 90. ورجعنا لكم مستمعينا مستمع راديو 90 ولسه معاكم خير النساء
حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولسه معانا ومعاكم شيخنا الجليل الشيخ هشام محمود الأزهري. شيخ هشام، أنا لما كنت بقرأ وبجهز للحلقة بتاعت النهاردة وستنا رقية تأثرت جدا جدا لما عرفت قصة ابنها عبد الله ونقرة الديك، وأنه يعني أصابه التسمم بس من نقرة الديك، وقد إيه يعني هي حبيبة قلبي المصائب والابتلاء، وابنها توفاه الله بس من نقرة ديك. هستأذن حضرتك تكلمنا عن القصة دي. زي ما قلنا قبل الفاصل، السيدة رقية مرت بعدد من المحطات. قلنا في البداية أنها هجرت وسابت أبوها وأمها وبيتها وعيلتها والمكان اللي نشأت فيه علشان بس الدين، هجرت لأجل الإسلام الذي هو أعظم شيء ممكن الإنسان يهاجر علشانه. فكانت أول محطة تدل على صبرها وتمسكها بالدين إنها هجرت للحبشة. تاني محطة لما رجعت من الحبشة وجدت أن والدتها السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها قد فارقت الحياة، فكانت تاني محطة تدل على صبر وتماسك والمصائب والبلاء، ومع ذلك هي متمسكة وصابرة وراضية. المحطة الثالثة أنها هجرت تاني إلى المدينة وسابت الموطن بتاعها. والمحطة الثالثة بعد كده إنها، واحنا نسينا محطة في الأول خالص لو تفتكر الموقف بتاع عتبة ابن أبي لهب لما طلقها وكذا، رغم إنها معتزة بالإسلام ومعتزة بالدين وكذا، لكن هو موقف من المواقف اللي طبعا أكيد هتكون صعبة على الإنسان، لأنها طبعا تتمنى إن الإنسان اللي هي متجوزاه يكون دخل في هذا الدين الشريف وحياتها كانت تمشي بشكل معتاد أو سلس. فمحطة عتبة ابن أبي لهب، فمحطة عتبة ابن أبي لهب، ومحطة الهجرة إلى الحبشة، وبعد كده فراق السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، وبعد كده الهجرة مرة تانية إلى المدينة، وبعد كده يجي المصاب الكبير في فقد الابن، إنه ينقره الديك ويموت وهو صغير. فدي كانت محطة صعبة جدا على الأم. وبعد كده تيجي محطة أصعب، إنها تصاب بمرض الحصبة وتموت في هذا المرض. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، سيدنا النبي راح غزوة بدر وأمر سيدنا عثمان بن عفان، قال له ما تطلعش معانا، خليك مع زوجتك لأنها مريضة. وفارقت الحياة في هذا الوقت وفي أثناء الغزوة. ويقول بعض أهل العلم أن في أثناء الدفن وهم بيدفنوا السيدة رقية جالهم الخبر أن المسلمين انتصروا في غزوة بدر. فكانت السيدة رقية مرت بعدد من المحطات الصعبة، فنتعلم منها معنى الصبر ومعنى اليقين في حكمة ربنا سبحانه وتعالى، وإنه يا رب أنا شايفة أن الابتلاء ده باب من أبواب الترقي وباب من أبواب الاصطفاء، وانت بتعمل كده علشان انت بتحبني وعايزني اقرب منك، ده باب من ابواب التنقية من الذنوب. وسيدنا النبي علمنا ان اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل، يعني افضل الناس بيكونوا اشد الناس بلاء عند الله سبحانه وتعالى، لانه زي ما قلنا باب من ابواب الاصطفاء. يا حبيبي يا رسول الله. وده يخليني اقول لحضرتك ولكل مستمعينا ان احنا بنبقى بنقعد نقول يعني يا رب الحمد لله وأنا راضية، بس الابتلاء كبير عليا، عشان كل مستمعينا يعرفوا أن ربنا لو ابتلى أي واحد فينا بابتلاء وتقيل وصعب، ده حاجة طبطبة ورضا من رب العالمين وحب لينا من رب العالمين. وده يخليني شيخ هشام أسأل حضرتك آخر سؤال، وهو ايه اللي ممكن نقوله لكل سيدات واخواتنا وامهاتنا اللي بتسمعنا النهارده من قصتنا عن ستنا رقية رضي الله عنها؟ ايه الدرس اللي يقدروا نستفاد منه من قصة ستنا رقية؟ ممكن ناخد درسين من قصة السيدة رقية رضي الله تعالى عنها. أول درس إن الشيء اللي أنت هتشوفه في الظاهر هو فقد وهو أخذ وهو يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى حرمك من شيء أنت كنت شايف إنه كويس. خليك عندك يقين إن ربنا سبحانه وتعالى لما بياخد منك ده عين العطاء، وإن ربنا سبحانه وتعالى هيبدلك خيرا منه. لما ربنا سبحانه وتعالى قدر إنها تطلق من عتبة ابن أبي لهب، ممكن بعض الناس لما يقف عند الموقف ده هيشوف إن الموقف ده ده ابتلاء وشيء صعب، بس ما يعرفش إن ربنا كان مخبلها سيدنا عثمان بن عفان، فما أخذ منك إلا ليعطيك سبحانه وتعالى. الدرس الثاني المهم إن احنا نتعلم الصبر على البلاء، واليقين إن ربنا سبحانه وتعالى له حكمة في كل شيء، وإن احنا لا ننظر للبلاء على إنه شيء صعب ومتعب بس، لا ننظر للبلاء على إنه باب من أبواب القرب. كأن ربنا سبحانه وتعالى لما بيبتليني كأنه فتح لي باب بيقول لي اتفضل ادخل، فنستغل الفتح ده وندخل. أبواب الجنة يا نعم، رب، باب من أبواب الجنة وباب من أبواب القرب والمحبة عند الله سبحانه وتعالى. أمين أمين يا رب العالمين. هستأذن حضرتك فضيلة الشيخ هشام من قصة ستنا رقية والصبر، حضرتك تدعي لنا وتدعي لكل الأمة الإسلامية بالصبر، وأي حد ربنا مبتليه بأي شيء هستأذن حضرتك تدعي لنا جميعا.
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الصبر على البلاء، وأن تكتبنا في عبادك الأصفياء، وأن تقدر لنا عيش السعداء، وأن تنزلنا منازل الشهداء، وأن تكرمنا بمرافقة الأنبياء، والحمد لله رب العالمين. كنا معاكم مستمعينا، مستمع الراديو 90-90. شرفتنا شيخ هشام محمود الأزهري. بنشكر حضرتك على حلقة النهاردة، وإن شاء الله نكون في حلقة تانية مع بعض بإذن الله. شكرا لحضرتك. شكر الله، بإذن الله.